مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص نلتقي فيها الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. مرحبا فخامة الرئيس. مرحبا أهلا. يلاحظ تراجع الاهتمام الدولي إلى حد ما بالقضية اليمنية فخامة الرئيس، هل يأتي حرصكم كما علمنا على المشاركة في اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة من أجل محاولة استقطاب الاهتمام مجددا بالقضية؟ القضية اليمنية أخذت اهتمام من أول يوم، أخذت اهتمام من الأمم المتحدة نظرا لموقع اليمن الجغرافي. اليمن يقع على مضيق باب المندب، اليمن تقريبا يعني في منتصف الطريق بين شرق آسيا وأوروبا، واليمن يقع جنوب جزيرة العرب الذي لها اهتمام كبير بالمشتقات النفطية لأوروبا والعالم الخارجي. اليوم يعني يتزامن لقاءنا هذا مع الذكرى الثانية لدخول الحوثيين صنعاء وسيطرتهم عليها، ويعني عمليا انقلابهم على السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب اليمني. هذا صحيح، دخل في 21 سبتمبر مع العلم أننا قدنا حوار وطني. طرحنا في الحوار كل المشاكل تكون دائما في تقسيم السلطة والثروة، وحاولت على أساس أني أدخل مشاكل اليمن منذ 60 سنة، مشاكل الجنوب، مشاكل الشمال، مشاكل الشمال والجنوب، مشاكل الجنوب فيما بينه بين، مشاكل الشمال فيما بينه بين. لا يمكن يتطور اليمن إلا بأمن واستقرار، ولا يجي أمن واستقرار إلا بعدالة، والعدالة هي تقسيم السلطة والثروة. مشينا في هذا وطرحوا السلاح على حده، كانت صنعاء يقرح فيها السلاح وانت تفهم هذا. اطرحوا السلاح وتعالوا وجلسوا على الطاولات والسقف مفكوك، اطرح اي قضيه. ورحت وجلست شهرين في الجنوب او 3 شهور واقنعت الجنوبيين، اطرحوا تشتونهم في صالة اطرحوا وناقشوا، شوفوا ايش الناس يعني بتناقشكم به. وتم نقاش سنة، وعملنا نظام داخلي للنقاش، وعملنا 9 أشهر حوار، وطرحنا 9 يعني نقاط. أول نقطة القضية الجنوبية، وثاني نقطة مشكلة صعدة لأنها محافظة مشكلة، والقضية القضية الجنوبية. وسينا 9 فرق اللي تشتغل بدون سلاح، يتناقشون يتزاعلون، بعض الأحيان يدقون بقوارير المي، لكن سلاح لا. وجاءت مخرجات الحوار الوطني، وجاءت مخرجات الحوار الوطني، وشكلنا لها 17 قاضي، وأدوا اليمين أنهم لا يكونوا حزبيين، ولا يكونوا مذهبيين، ولا يكونوا مناطقيين، ولا يكونوا أي شيء إلا يخرجون هذا الحوار في دستور، مسودة الدستور لا تخرج عن ما كروا جميعا. لماذا إذا انقلب الحوثيون والمخلوع
على هذه المخرجات. الآن عامين مر على هذا الانقلاب، يعني هل الانقلاب عمر لنقول هذه الفترة كلها فقط بسبب تخاذل مجلس الأمن عن تنفيذ قرار واضح يلزم هؤلاء بالتراجع عن انقلابهم، أم هناك أسباب أخرى أيضا؟ في أسباب أخرى، في أسباب إيران عندها طموح أنها تصل إلى باب المندب وتصل إلى مضيق هرمز، ومع الأسف الجيش لم يكون في مستوى الوطنية، لم يواجههم مواجهة حقيقية. وقعوا مع كل القبائل الذي هي من المؤتمر الشعبي العام من عمران إلى صنعاء إلى الأمانة، وقعوا مع الحوثيين أنهم ما تلمسونا ولا نلمسكم. ولهذا السبب سيطروا على صنعاء، سيطروا على الوزارات، طوقوا بيت الرئيس، شنوا عليه حرب 24 ساعة، قتلوا عليه 13 من الحراس حقي، 36 جرحوا، وطرحونا في الأقامة الجبرية. طيب الآن إلى أي مدى لفرص السلام إمكانية النجاح؟ السلام برعاية الأمم المتحدة وفقا لمسار الأمم المتحدة وقراراتها والمرجعيات المعروفة، هل هذا المسار قابل للنجاح أم أن الفرص انتهت؟ لا يوجد مخرج مع اليمنيين ومع الأمم المتحدة غير مخرجات الحوار. مخرجات الحوار هي الحل للشعب اليمني، لكون مخرجات الحوار الوطني تعطي العدالة، تعطي المساواة، ما فيش واحد زايد على واحد، تعطي تقسيم السلطة والثروة، وهذا التقسيم من 6 أقاليم يحافظ على وحدة اليمن، والأقبياء وأصحاب المصالح يقولون أن ال6 الأقاليم هي تعطيل اليمن وهي تفتيت اليمن. طيب ليه ما فتتت اثيوبيا 17 اقليم؟ وليه ما فتتت جنوب افريقيا 18 اقليم؟ وليه ما فتتت امريكا؟ وليه ما فتتت روسيا 81 اقليم؟ وليه ما فتتت الصين 183 اقليم؟ من الأسباب الرئيسية لشن الحرب من قبل الحوثيين وميليشيا المقلوع هو إجهاض هذا المشروع اليمن الاتحادي الفدرالي. نعم، اليمن الاتحادي وبالأقاليم ما يريدونه. أي مستقبل أمام هذا المشروع ولا سيما في ضوء الحرب يعني الآن؟ بينتهي الحرب بينتهي، ولن يبقى إلا الحق، ولن عاد حد يحكم يعني بمركزية من صنعاء لما المهرة. كل أقليم بيحكم نفسه بنفسه، والمركز بياخذ حقه. عاصمة الأقليم، الجيش له وزير دفاع واحد، له وزير خارجية واحد. ليش ألمانيا؟ هل قد سمعت في أي دولة اتحادية عمد انقلاب؟ ما فيش. من الواضح فخامة الرئيس أنكم متمسكون بهذا المسار، مخرجات الحوار والمرجعية المعروفة وقرارات مجلس الأمن. مخرج بقى، والشعب اليمني كله. واحد أقليم مش راضي، أقليم ما زال ما يشتبه، لأنه يريد أن يحكم كما ما كان يحكم. لكن هناك فخامة الرئيس هناك محاولات، يعني من يتابع كواليس مجلس الأمن من قبل روسيا تحديدا يعني يجد أن هناك في الفترة الأخيرة من قبل الروس محاولات لدفع المسار بعيدا عن الأمم المتحدة، بعيدا عن قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2216 يعني الذي جاءت بالمناسبة الإشارة إليه في آخر بيان للمجلس باهتة. يعني هل ستتقبلون بالفعل دفع العملية كلها بعيدا عن هذا المسار؟ أنا أقول لك، إن كانت هناك ضغوط دولية. أنا جلست أنا والرئيس بوتين وقال لي نختلف احنا والامريكان في اشياء كثيره، لكن من اجل اليمن لن نختلف. طيب
ضغوط عليكم للقبول بالدخول في حكومة وحدة وطنية مع الحوثيين والمخلوع والعودة إلى صنعاء، حتى إذا سلمنا فرضا أن الحوثيين أو الانقلابيين بشكل عام سلموا السلاح الثقيل، انسحبوا من المؤسسات، يعني ألا يعني الموافقة على مسار كهذا العودة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم حتى بدون سلاح ثقيل كما هو معروف؟ أي من يعرف هذه الحقيقة؟ مخرجات الحوار الوطني واضحة، رجعوا لها وغروها، ومخرجات الدستور واضحة، كل واحد بيحكم أقليمه، بيحكم الأقليم حقه، غير الأقليم حقه ما بيحكم الشيء، يعجبه ما يعجبه. البعض يصف الحرب في مرحلتها الحالية بأنها، وأنتم شخصية عسكرية يعني في الأساس، بأنها حرب تحريك وليست حرب تحرير، بمعنى أنها تهدف إلى دفع الانقلابيين لتقديم تنازلات أكثر من هدفها تحرير أراضي وانتزاع أراضي أكثر من تحت سيطرة. طبعا يعني في مصالح لدول، في مصالح، لكن ما ما يعجب الشعب اليمني، ما يخرج الشعب اليمني، هو الذي بيتمسك به الشعب اليمني. لا يستطيع أي حكومة تفرض علينا شيء ما نريده. تريد يفرضوا علي يعني التجربة الإيرانية في اليمن؟ لا يمكن يقبلها الشعب اليمني. التجربة الإيرانية أنها تمشي في اليمن، لا يمكن. وأنا أقول وأنا واثق أن الشعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية تمشي في اليمن. قبل أن نذهب إلى الفاصل القصير فخامة الرئيس، إذن الهدف الحرب الحالية هو الانتصار وليس غير ذلك؟ لا يوجد غيره. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال هذا اللقاء مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا. فخامة الرئيس، قراركم الأخير بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن لا شك يشكل ضربة قوية للانقلابيين، لكن في ذات الوقت هناك مخاوف من انعكاسات سلبية في حال لم يحسن إدارة هذه الخطوة. أنا مسؤول على الشعب اليمني كله، لا توجد أي مخاوف في البنك المركزي ونقله لعدن. أولا عدن أنها العاصمة الاقتصادية. الشيء الثاني أن ما اتخذنا هذا القرار إلا عندما فلست القوى الانقلابية وصالح، فلسوا من كل حاجة، فلسوا بالاحتياطي 4 مليار دولار، فلسوا بالوديعة السعودية 1 مليار دولار. يعني ايش كل الشعب يعني يروح؟ ما فيش. تحملت المسؤولية الذي هم عملوها، لأنهم تصرفوا تصرف غير مسؤول. هم كانوا يصرفوا في الشهر الواحد للمجهود الحربي 25 مليار ريال، 25 مليار ريال للمجهود الحربي. لم يصرفوا للمحافظات الذي كانت تحت الشرعية، ما كل شيء كانوا يصرفوا لها، لا مرتبات ولا يعني الدعم حق الفقراء. ولهذا يعني اتخذت القرار بعد أن قد فلسوا به، لا يوجد فيه شيء، والتزمت للعالم فأني ملتزم لكل الديون للعالم. هل كانت ضغوط هناك فخامة الرئيس عليكم من أجل ألا تتخذوا هذه الخطوة في وقت سابق؟ لا، ما كانت أي ضغوط. كنا نحاول أن الحرب ينتهي وأن لازم نصلح وأن لازم،
ولا لو كان يعني اتخذنا هذا القرار سابقا لكان الحرب انتهت في 6 أشهر. لكن يعني كانت غلطة منا. فيما يتعلق بإعادة بناء الجيش الوطني على أسس وطنية، إلى أين وصلتم في هذه المرحلة وهل تشرفون عليها شخصيا؟ لأن الإعلام أحيانا يتحدث عن بعض الممارسات التي قد تكرر وإن بشكل ما أسلوب علي عبد الله صالح في بناء الجيش على أساس جهوي أو مناطقي. يعني أولا مخرجات الحوار الوطني ما عاد خلت هذا، خلت يعني على أساس بنى جيش وطني وفقا لعدد السكان. هذا الجيش الوطني ما بتجيب شيء قبيلتك كلها وتكتبها كلها، يعني جيش القبيلة خلاص انتهى. الأمن سيكون أمن كل إقليم منه، من أبناء الإقليم، والجيش والكليات والطيران وكليات البحرية وكليات وفقا لعدد سكان كل محافظة. عدد السكان كذا كذا، نسبتك كذا كذا. أن عدها قبيلة أو منطقة أو كلها الجيش منها أو أسرة أو انتهى هذا. فيما يتعلق بالجيش الوطني، في وحدات الجيش الوطني في تعز، أنتم قدمتم دعم، يعني مكن الجيش في المدينة والمقاومة أيضا من الصمود يعني لفترة طويلة جدا. لكن مسألة تزويدها بالسلاح الثقيل ما الذي يحول دونها؟ يعني كما حدث لوحدة الجيش التي تقاتل في الجبهات الأخرى، يعني سواء كان سابقا في عدن أو أبين أو في مأرب أو الجوف أو صنعاء. لماذا لا يصل هذه الوحدات سلاح ثقيل يمكنها بالفعل من فك الحصار وتحرير المزيد من الأراضي؟ هذا أشياء يعني تقدر تقول في أسبقيات العمل العسكري، يعني وأسبقيات العمل العسكري تأخذ مننا يعني مناطق، هذا ألف، هذا باء، هذا جيم، هذا حتى الطيران الدعم الجوي. يعني صارت حين يعني نوقف الدعم على هذاك المنطقة وهي عندها صعوبة، ولكن لازم تروح لتاك وفقا لا. فأنا يعني في هذا اللقاء أقدم شكري الجزيل لكل العرب الذي وقفوا مع اليمن، بالأخص المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات، لأنهم قدموا، كل دول الخليج قدموا لليمن كما يفترض أنهم يقدموا، قدموا لليمن كما يفترض أنهم يقدروا يقدموا، لأننا أحد الأمرين كنا: أما ونسلم اليمن لإيران ويصبح عدوا لهم ويصبح المحافظة الرابعة أو العاصمة الرابعة سيسيطر عليها إيران، أو أن نطلب التدخل منهم. وأنا أشكرهم على تدخلهم، وكان تدخلهم شجاع. فيما يتعلق أيضا المسؤولين أو بعض مسؤولي الحكومة في السلطة الشرعية، هل بالفعل لديكم ثقة يعني تماما بأن ما يقومون به بالفعل ينسجم مع مشروعكم في يمن اتحادي متعدد الأقاليم، أم أن البعض كما يردد الإعلام ربما يعمل بشكل أو بآخر نحو مركزية أخرى في صنعاء وربما نحو مشروع آخر انفصالي أو إلى آخر ذلك؟ احنا جربنا الشطرية ودفعنا ثمنها، واحنا جربنا الوحدة الاندماجية بسرعة هكذا وجربناها بحرب، ووجدنا أن أفضل أسلوب في العالم هو الدولة الاتحادية من عدة أقاليم، لأنها تقسم السلطة والثروة. وهذا لم أخذه أنا، أخذته من عدة تجارب في العالم، وجبت خبراء، جبت خبراء من كندا، جبت خبراء من أمريكا، جبت خبراء من بريطانيا، جبت خبراء من ألمانيا، جبت خبراء من جنوب أفريقيا، جبت خبراء من أثيوبيا التي هي لا أمس وهي فقيرة يعني
ما يلقون اللباس. اليوم روح شوف كيف اثيوبيا يعني. في فترة البحث عن بديل لعلي عبد الله صالح كنت من الأسماء يعني التي تحت الأولوية، ولكن كان يتردد أنكم ترفضون تولي هذا المنصب. هل تشعر بأي نعم. أسف أو ندم أنكم توليتم هذه المسؤولية في ظل تحديات ومرحلة حرجة كهذه؟ نعم، أنا كنت رافض، وكنت أعتبرها أكبر غلطة في حياتي إني قبلت. لكن من أجل بلدك إنك تضحي منها من أجلها اضطريت بعدين وقبلت، لأنهم رفضوا كلهم. سؤالي الأخير فخامة الرئيس، هل كان هناك سوء تقدير فيما يتعلق بخطر الحوثيين؟ أنتم اتخذتم إجراءات كانت لافتة من حيث قوتها إزاء علي عبد الله صالح وأسرته وسيطرتهم على الأمن والجيش والسلطة، ولكن في تلك المرحلة كان الحوثيون يتوسعون. هل كان هناك سوء تقدير؟ علي عبد الله صالح أطلق اتهامات بنوع من وجود نوع من التساهل المقصود. علي عبد الله يعني قاد 6 حروب معاهم، ويقول لهم لما قدهم خلاص منتهين وقف الحرب. ما فيش داعي للكذب. يرسل 10 قاطرات ذخاير لعلي محسن، ويرسل 12 قاطرة لعبد الملك الحوثي. أنا نايبة كنت أعرف كل حاجة. أحسن له يسكت، لأني إذا فكيت إصراره سوف يذهل الشعب اليمني. شكرا فخامة الرئيس، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص.